محل ايه المنور ده؟ ده محل كشري يا مولاي. كشري؟ يعني ايه كشري؟ دي أكلة شعبية يا مولاي. الكشري يعتبر الكشري من أشهر وألذ الأكلات الشعبية في مصر. مكوناته الأساسية رز، عدس، مكرونة، مع إضافات تانية كتير. ومع احترامي لكل محلات الكشري، أبو طارق، سيد حنفي، التحرير، الكشري اللي هتشوفوه معايا النهاردة له طعم مختلف تماما، وكفاية إنه معمول في البيت، أنضف وأطعم بكتير من اللي بناكله من بره. الكشري يبان إن خطواته كتيرة ومتعبة، بس في الحقيقة هو غير كده خالص. هو بس محتاج إن احنا نرتب خطواتنا واحنا بنشتغل. لو عملنا كده هننجز بسرعة. النهاردة هعمله معاكم بالتفصيل وخطوة بخطوة. أمر السلطان. بصوا بقى، كشري يعني بصل وتقلية، لأن الزيت اللي بيتقلي فيه البصل هو ده الأساس اللي هستخدمه في كل خطواتي الجاية. بالنسبة للبصل يفضل يكون أبيض أو أصفر. هقطعه حلقات متساوية على قد ما أقدر، وهضيفله معلقة دقيق، معلقة نشا، ربع معلقة صغيرة من السكر عشان تديني طعم مكرمل أكتر، ودي اختياري. هفركهم كويس عشان الدقيق يمتص أي سوائل موجودة في البصل. هنزل بالبصل في زيت غزير وسخن. هختبر سخونية الزيت إني أنزل حلقة من البصل في الزيت، وأول ما تعمل فقاقيع حواليها كده يبقى أنا ماشية صح. هنزل بالبصل على مراحل عشان أحافظ على درجة حرارة الزيت، يعني مش هنزل بالكمية كلها مرة واحدة. أول ما أنزل البصل ههدي النار وأبدأ أقلب لما يوصل للون الذهبي ده أو اللي قبل كده كمان. أقلب بقى عشان لو في بصل أبيض أو بصل لسه ما تكرملش يتكرمل. وادي التقلية بتاعتنا بقت جاهزة. شايفين لونها عامل ازاي؟ طب سامعين الصوت؟ تحفة. ونيجي للمكونات اللي هنستخدمها. كوبايتين رز مصري مغسول مش منقوع، كوباية عدس مغسول كويس، أنا بالنسبة لي مش بنقعه، لكن لو عدس بلدي يبقى لازم يتنقع قبلها بساعة. معنى كده إن كمية الرز بتكون ضعف كمية العدس. ودول 3 فصوص توم، هم اختياري، أنا بستخدمهم لتعزيز النكهة، يعني ممكن نستغنى عنهم. الشعرية بتكون نص كمية الرز، ممكن تزيد تنقص زي ما احنا عايزين. بالنسبة للمكرونة هستخدم أي كمية من المكرونات الصغيرة دي قلبو وسباجيتي. والسر كله في المكونين دول: بصلتين كبار مفرومين، والزيت اللي عملنا بيه التقلية. ودلوقتي هبدأ بتجهيز العدس. في حلة على النار هحط معلقتين كبار من زيت البصل، وانزل بنص كمية البصل المبشور. هقلبه لحد ما يوصل للون الذهبي المكرمل ده. وزي ما قلنا من الافضل انه يكون بصل ابيض، لانه بيدينا نتيجة حلوة قوي في الطعم لما بيتكرمل. بعد كده هضيف مية سخنة او مغلية، ودي بتساعد ان العدس يستوي بسرعة، يعني ما ياخدش وقت في التسوية. ودول 3 فصوص التوم اللي احنا قلنا عليهم. انا بحب استخدمهم لان هم بيدوا نكهة وطعم حلو للعدس. كده العدس استوى بنسبة 50%. هنشيل التوم، هو كده قام بالدور اللي عليه كويس. وهصفي العدس، هحط عليه معلقة كمون وهقلبه بالراحة عشان العدس ما يتهريش مني. عايزاكم تبصوا كده على شكل الحباية، بصوا نفشت ازاي وكبرت في الحجم. هي منفوشة بس في نفس الوقت مش مهرية، يعني لما بدوس عليها كده تحسوا فيها قرشة صغيرة، وهي دي التسوية المظبوطة للعدس. بعد كده هنسوي المكرونة. في مية مغلية هحط معلقة كبيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من زيت البصل. هبدأ بالمكرونة الصغيرة لأن أي نوع مكرونة صغيرة بياخد وقت أطول في التسوية. بعد دقيقتين أو 3 هنزل السباجيتي. مش هنزلها زي ما هي كده، مكرونة الكشري بتكون قطع صغيرة، فهقسمها نصين أو 3. وأنا بنزل المكرونة بحب كده أحطهم خلف خلاف، يعني عكس بعض عشان ما يمسكوش في بعض ويلزقوا. هقلبها واسيبها على النار لمدة من 7 ل8 دقايق. التسوية المناسبة لمكرونة الكشري بتكون بنسبة 75%، يعني ولا هي مستوية قوي ولا هي نية قوي، 75% بتكون perfect. كده المكرونة بقت جاهزة. هاخدها أصفيها واشطفها، وهحط عليها معلقة كبيرة من زيت البصل.
بصوا قد ايه المكرونة مفلفلة. كمان معلقة الزيت اللي حطيناها مديالها لمعان، ومعلقة الكمون اللي حطيناها في المية مديالها طعم. عايزة اقول لكم ان المكرونة دي حرفيا بتتاكل بيضة كده. في حلة على النار هحط معلقة مش مليانة قوي من زيت البصل، وهنزل بمقدار الشعرية. زي ما قلنا الشعرية ملهاش مقدار معين، يعني زي ما احنا بنحب. هحمرها واغمقها شوية لحد ما اوصل للون ده. بعد كده هصفيها من الزيت واخليها على جنب شوية. ودلوقتي هبدأ في تجهيز الرز. هحط معلقتين من زيت البصل، وهضيف الكمية المتبقية من البصل المبشور. هفضل اقلب لحد ما اوصل للون الذهبي ده. ناخد بالنا البصل ده متكرمل مش محروق، يعني اغمق من الذهبي بسنة. لكن لو استنينا عليه شوية هيتحرق وهيغير طعم الرز. بالنسبة للمية، لكل كوباية رز ليها كوباية مية، فهنزل هنا كوبايتين مية. أول المية ما تغلي هضيف ملح، شوية كمون، هضيف الشعرية اللي كنا مصفيينها، هقلب شوية واضيف الرز. هقلبه بالراحة لحد كله ما يتغطى بالمية بتاعته. هغطي الحلة واسويه زي ما بسوي اي رز عادي على نار عالية لحد ما يشرب ميته. وبعد كده ههدي النار خالص لحد ما يستوي. في الوقت ده اجهز الصلصة، وبرده معلقتين من زيت البصل. بصوا الحاجات البني دي ما تقلقوش منها خالص، هي دي اللي فيها نكهة البصل، يعني البهاريز زي ما بيقولوا. هنزل معلقتين كبار من توم المفروم، ممكن تزودوا عن كده او تقللوا زي ما انتوا حابين. الحلو في الكشري انه مش بيقيدنا بكميات معينة. التوابل اللي هستخدمها في الصلصة معلقة كمون، معلقة كزبرة ناشفة. هقلبها مع التوم لحد ما ريحتهم تظهر وتملى البيت كده، والجيران في اليوم ده بيعرفوا ان احنا عاملين كشري. بعد كده هضيف كيلو طماطم، عصير طماطم معصورة بقشرها مش متصفية. بعد كده هزود نص معلقة من كل حاجة: ملح، شطة، بابريكا، فلفل اسود. طبعا لو عايزين تزودوا دي حاجة ترجع لكم. كمان هضيف ربع معلقة صغيرة من السكر علشان تعادل او تكسر حموضة الطماطم. هغطي عليها واسيبها تغلي غلوتين. بصوا بقى، الطماطم القوام بتاعها ما بيكونش خفيف قوي ولا تقيل قوي، ومش بحط لها خل ولا بزودها مية. كده الرز خلاص يعتبر استوى. شايفين نثري ومفلفل ازاي؟ هضيف العدس واقلبهم مع بعض. عايزة اقول لكم لون الرز كده يرجع للون البصلة اللي كرملناها. لو حابين اللون يبقى افتح من كده يبقى ما نغمقش البصل قوي. وطبعا مفيش كشري من غير دقة. كوباية مية سخنة عليها معلقة كبيرة من الثوم، معلقة كبيرة من الكزبرة، معلقة كبيرة من الكمون. والشطة دي اختياري، ممكن نستبدلها بشرايح فلفل حراق. نص كوباية خل، عصير ليمونة يعني في حدود ربع كوباية، والملح حسب الرغبة. ولو انتوا بتنقعوا الحمص ممكن نستبدل كوباية المية دي بمية الحمص. بالنسبة للشطة، معلقتين كبار من زيت البصل يكون دافي عليهم معلقتين كبار من الشطة. وأول ما يبدأوا في الغليان هضيف ربع كوباية دقة وكبشة صغيرة من الصلصة. وبكده نكون خلصنا كل خطوات الكشري. شايفين الطبقات؟ البصل المقرمش والصلصة، المكرونة اللي واخدة من طعم البصل والكمون، الرز اللي بالبصل المكرمل هو اللي مخلي الكشري بالطريقة دي مختلف عن أي كشري ممكن تاكلوه في أي مكان تاني. انتوا هنا شايفين الصورة، بس أنا أضمن لكم الطعم الرهيب. جربوه بطريقتي وإن شاء الله يعجبكم. هو قريب شوية من المجدرة الفلسطينية والأردنية، بس برضه هيفضل الكشري المصري علامة مميزة بيحبها كل الجنسيات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وشير، ولو مش مشتركين في القناة اشتركوا. كنت معاكم رندا، واشوفكم في فيديو جديد لوصفة جديدة.